أهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. بحب رحب فيكم من ما كنتوا عم تتابعوني. اليوم رح نحضر مع بعض كبة العدس الأحمر، وهي من ألذ المقبلات التركية. نكهتها كتير لذيذة وسهلة كتير إن شاء الله. هلا بنروح للتحضير. لمكوناتها بحتاج كاستين من العدس الأحمر، كاستين من البرغل الناعم، ملعقة طعام دبس البندورة، ملعقة طعام دبس الفليفلة، ملعقة صغيرة عفوا نصف ملعقة صغيرة من البهار، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الفلفل الناعمة، ملح حسب الرغبة. عندي هون باقة من البقدونس نقيتها وغسلتها منيح. عندي هون ما يعادل تقريبا نص كاسة من البصل الأخضر رح استعمل، بصلة حجم وسط، بصلة يابسة. وعندي هيدا الشمرة، ممكن تختلف أسماءه من مكان للتاني. كمان هون رح استعمل ما يعادل نص كاس. اول خطوة رح ابتدي فيها انه انا غسلت العدس منيح، هلا حطه بالطنجرة. هلا هي لكل كأس من العدس كأس برغل وما يعادل كاسين ونص من المي. هلا انا عندي هون كاسين من العدس، حضيف له 5 كاسات من المي. هلا رح خليه على نار وسط، رح ضل استمر بتحريكه كل شوي والتاني لحتى العدس يمتص عندي السوائل كلياتها. هلا لبين ما يستوي معي العدس انا هون عندي البصلة حافرمها لمكعبات صغيرة. هلا هيك مثل ما شايفين العدس تقريبا اخذ كمية السوائل كلياتها، بقي فقط يعني تقريبا 10% من المي. هلا بهي المرحلة حطفي النار تحتهم وحضيف البرغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا رح اعطيهم تقليبتين مع بعض، خلط العدس مع البرغل، وبعد منها حغطيهم واتركهم مدة 30 دقيقة يرتاحوا على جنب. هلا بمقلي على النار حضيف فوقها تقريبا ما يعادل نص كاسة من الشاي من زيت الزيتون. حضيف فوقها البصل،
هلا رح اقلبهم على النار لحتى يدبلوا معي. هلا بعد ما دبلت معي البصلة حضيف فوقها دبس الفلفل ودبس البندورة. حاستمر بالتحريك تقريبا مدة دقيقتين. وهلا هيك الصلصة صارت جاهزة معي. هلا لبين ما تبرد معي حروح افرم البقدونس والبصل. وهلا هيك صار جاهز معي كل شي للتخليط ان شاء الله. هلا بهي المرحلة العدس والبرغل بيكون معي شوي سخن، بدكم ديروا بالكم، او ممكن اذا بتحبوه تستنوا لحتى يبرد تمام بعدين تكفوا شغل، مو مشكلة. هلا حضيف البصل. حضيف الملح والكمون وبهار والفليفلة. وهلا رح خلط. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك مثل ما شفتوا عجنتهم مع بعض، دقتها شفتها تمام كلياتها نكهاتها راكزة. هلا اخر شي حضيف لها تقريبا ما يعادل 5 ملاعق طعام من زيت الزيتون. وارجع خلطهم مع بعض. واخر شي بعد ما اتاكد انه العدس برد معي تماما على الاخير حبلش ضيف الخضره. هلا حضيف البصل والشبت والبقدونس. بهي المرحله رح احاول انا اني ما اعجن عجن، خلطهم تخليط هيك براس اصابعي بس.
هيك مثل ما شفتوا صارت جاهزة معي ما شاء الله، متماسكة، بتتشكل بالشكل اللي بدي اياه. هلأ طريقة التشكيل اختيارية، ممكن نعملها مثل قرص الكبة، كبة نية هيك بشكل الأصابع بهيدا الشكل. ممكن كمان نعملها هيك بشكل طولي. هي الأصول اللي بيعملوها هيك بشكل طولي بتكون كبيرة شوي. هيدا الشكل. ممكن كمان نعملها مثل شكل كاسة. التزيين ذوق شخصي، يعني هذا كل واحد عود لإله بهيدا الشكل. يعني طبعا احنا حنزينها هلا، مشان هيك ممكن نعملها بهيدا الشكل. في كتير طريقة اشكال، ممكن تعملوه بالقوالب، ممكن بقالب سيليكون، ممكن على ايدكم، يعني كيف بتحبوا. انا اليوم حابة اقدمهم بقالب السيليكون، هلا رح فرجيكم اياه. لتزيين طبقة التقديم بحتاج اتخذت حجم وسط، هلا انا عندي هيدا قالب السيليكون بهيدا الشكل، بس اول مرة دهنته بشوية زيت زيتون مشان ما يلزق عليه. حبلش شكلهم بهيدا الشكل. هلا بسم الله الرحمن الرحيم رح بلش نزلهم. بضغط بس من النص هون، بضغط ضغطة بيطلع معي بهيدا الشكل. رح اعمل معكم واحد. هي النتيجة النهائية للكبة، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اخر شي مثل ما شفتوا زينتها بالشبت والليمون الحامض، واخر شي حطيت لها شوية زيت زيتون. بتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد فضلا وليس امرا.